في يوم 19 ابريل اللي فات وقبل انتهاء شهر رمضان بيومين، اعلن المخرج بيتر ميمي عن مسلسل الحشاشين واللي هيتعرض في رمضان 2024. والمسلسل ده هيكون بطولة كريم عبد العزيز، ده غير ان احداثه مستوحاة من قصة حقيقية عن جماعة الحشاشين. والسؤال هنا، مين هم جماعة الحشاشين؟ الحشاشين هم أخطر فرقة اغتيالات إسلامية على مدار التاريخ، وظهرت في القرن ال11 واشتهرت بعمليات الاغتيال اللي كان بيقوم بها أفرادها. واللي أسس الطائفة دي راجل كان اسمه الحسن الصباح. والبداية كانت الصراع اللي كان ما بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية، ووقتها الفاطميين كانوا بيبعتوا دعاة للعباسيين علشان يقنعوهم بفكرة الدولة الفاطمية. وكان من بين الدعاة دول الحسن الصباح اللي كان بيدعم الدولة الفاطمية والمذهب الإسماعيلي الشيعي، وفضل موجود في مصر فترة كبيرة لحد ما بقى واحد من أكبر رجال الدولة. وبعد موت الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، اختلف الحسن الصباح مع بدر الدين الجمالي اللي كانت في ايده وقتها شؤون الدولة الفاطمية، وده بسبب ان ابن الصباح كان شايف ان الخلافة المفروض تكون لابن المستنصر بالله الكبير نزار، والصباح وقتها كان شايف ان خلافة المستعلي خطيرة جدا على المذهب الاسماعيلي الشيعي. وبسبب الخلاف ده طرد بدر الدين ابن الصباح لايران، وهناك قرر ان هو ينفصل عن الدولة الفاطمية واسس دولة سماها الاسماعيلية النظارية نسبة الى نزار ابن المستنصر بالله الفاطمي. ابن الصباح استولى على بعض المناطق الجبلية واختار قلعة الموت كقاعدة ليه، وبدأ ينشر دعوته وجمع ناس كتير مخلصين ليه، وكانوا مستعدين ان هم يعملوا اي حاجة علشانه ويقتلوا اي حد مخالف لفكره. واقنع الناس دول ان طاعته من طاعة ربنا، وبدأ ان هو يأسس فرقة وسماها الفدائيين، وكانت مهمتها اغتيال الاشخاص البارزة في صفوف اعدائه والناس اللي كانت بتهاجم الحركة بتاعته من رجال الدولة او الدين او العلماء. طب ليه اتسمت بالفدائيين؟ اتسمت بالفدائيين لان مهمات الاغتيال اللي كانوا بيقوموا بيها كانت صعبة جدا، وما كانش متوقع انهم يطلعوا ويعيشوا منها، لكن كانوا بينجحوا في معظم العمليات، وكان بيتقال عليهم ان هم بيخافوش من الموت. طب ليه؟ لان الصباح كان بيقنع الفدائيين ان هو بيمتلك جزء من الجنة على الارض، وفعلا في قلعته كان عنده حديقة كبيرة فيها اشجار وورود وفواكه وانهر من العسل والخمر واللبن، والحديقة دي كانت مليانة بالجواري واكل. كل عملية اغتيال كان بيخدرهم ويدخلهم الجنة بتاعته، وكان بيقول لهم علشان تفضلوا عايشين في الجنة دي لازم تنفذوا العملية اللي عندنا، واللي هيموت في سبيل ده هيخش الجنة بتاعت ربنا. وكانوا بيسمعوا كلامه لدرجة انهم ابتدوا ينفذوا عملياتهم في العلن، والحركة بعدها اتحول اسمها من الفدائيين للحشاشين. طب ليه اتسمت بالحشاشين؟ في روايات كتير بتفسر سبب تسميتهم بالاسم ده. رواية منهم بتقول ان الحسن الصباح كان بيخدر جنوده قبل دخولهم في اي حرب من حروبهم عن طريق نبات الحشيش، وفي رواية تانية بتقول ان اصل التسمية جاي من كلمة assassination اللي معناها اغتيالات، وروايات تانية كتير وكتير. طب يا ترى ازاي كانت نهاية فرقة الحشاشين؟ التتار لما احتلوا ايران بقيادة هولاكو حاصر قلعة الموت 3 سنين لحد ما فرقة الحشاشين استسلموا واسروا الحسن الصباح وعدموه، وقدروا ان هم يقضوا على معظم جماعة الحشاشين وحرقوا كل كتبهم ما عدا كتاب واحد، وهو كان سيرة الحسن الصباح. وفي الشام قدر الظاهر بيبرس ان هو يسيطر عليهم وكمان يخليهم يساعدوه في حروبه ضد الفرنجة. بعد كل المعلومات اللي احنا قلناها دي وفي نهاية حلقتنا في سؤال مهم جدا محتاجين ان احنا نجاوب عليه، يا ترى فكرة الحشاشين اختفت مع مرور الزمن ولا لسه موجودة؟